السلام عليكم. يا أستاذ ياسين، هو المصري القديم كان عارف إن فيه حياة أبدية أو حياة تانية بعد الموت؟ أيوة يا بابا. يعني كان عارف. طيب جميل. آه سيطرت على المصري القديم فكرة حياة الخلود أو الحياة الأبدية بعد الموت، وكان عنده الرغبة. لأنه طبعا الفكرة دي سيطرت عليه لأنه كان عنده الرغبة في الحياة الأبدية، فاستمد فكرة إن في حياة أبدية بعد الموت من الشمس. يعني بيفكر الشمس بتغرب آخر النهار وبتشرق تاني يوم بكامل قوتها وإضاءتها وحيويتها وجمالها. فليه أنا ما أكونش زي الشمس؟ أو أنا أكيد هبقى زي الشمس. من هنا سيطرت عليه الفكرة دي وفكرة الخلود والحياة الأبدية بعد الموت. آه، اللي ورايا في الصورة دي آه، صورة القلبة. القلبة والقلبة متمثلة في صورة طائر برأس إنسان، والمفروض إن هي دي روح الإنسان. وكانوا بيرمزوا بيها برمز القلبة، وماسك في يده الدائرة ذات القاعدة المستقيمة. كمان كانوا بيطلقوا عليه الحياة الأبدية وحياة الخلود. كان ليها أكتر من اسم: القلبة، الحياة الأبدية، حياة الخلود. وكانت في الصورة دي بترفرف على أوزيريس على أساس تعيد ليه الحياة من جديد. دي كانت نبذة عن اعتقاد المصري بالخلود بعد الموت والحياة الأبدية. دمتم ودامت مصر بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.